نيوكاسل صح؟ نيوكاسل. احنا بنتكلم النهارده في الفيديو ده يوم 9/12 بعد ماتش نيوكاسل بتاع ليفربول. ده كنت لسه بص في الساعة. الساعة لقيتها مظلمة يعني. 9/12 قبل الساعة 12 يعني احنا لسه قبل الساعة. بس انا قلت عشان الناس تفتكر الساعة 9/12 خلاص ده جزء من شخصيتي الثانية. لا مش عايز تسأله والنبي تقص. السلام عليكم، انا عمر الحجاجي من الحجاجي برودكشنز، والنهارده هنقدم برنامج جديد. والنهارده هنتكلم عن التير ليست وهنتكلم على سيزون ليفربول. بس انا مش طالع لوحدي، معايا يوسف محمد اهلا وسهلا. ومحمد ايمن، ومعانا ورا الكاميرا محمود هشام اخويا حبيبي. النجيتور، ومعانا على الاخراج زياد عادل. حبيبي تمام، حابب تقول حاجه قبل ما نبدا؟ يعني اراء هي اراء وكل واحد بيقول رايه كأننا قاعدين على قهوه يعني، فعادي لو مش زي رايك عادي. انت اتفرجت على ليفربول السيزون ده كتير ولا 3/4 الماتشات طالع يعني. تهبد؟ لا يعني ممكن اهبد عادي. ما كلنا هنهبد لسه عارف. ايمن، أهم حاجة إن إحنا ما نتشتمش، إحنا طالعين فور فن عادي، بنهزر بنتكلم طبيعي، ما يعني بنقول آراء بس. طيب عشان تفهموا برضه احنا بنتكلم في ايه، بص احنا متابعين كوره وبنتفرج على اغلبيه الماتشات، وكل واحد فينا بيشجع نادي. انا بشجع ليفربول، وايمن بيشجع ليفربول وبايرن ميونخ، ويوسف بيحب محمد صلاح وبيشجع مدريد. تمام، وأنا بحب برشلونة برضو، أحب أوضح. عشان هانزي فليك اللي بيخسر كل ماتش. يلا بينا، وهنبدا من ورا لقدام، وهنبدا بحراسه المرمى، اللي قدام دي هنبدأ من الجون يا جدعان، وهنبدا بالحراس. تمام، ونبدا بأليسون بيكر. محمود، ينفع تقول لنا أليسون بيكر عمل ايه معانا السيزون ده؟ في السيزون ده في البريمير ليج ظهر 6 مرات ولعب 529 دقيقة، 3 كلين شيت وعمل سيف ل 15 مرة. تمام، طبعا احنا معانا الداتا بتاعت الدوري الانجليزي بس احنا هنتكلم على تشامبيونز ليج كمان بناء على الماتشات اللي احنا شفناها. تمام. لو هنحط أليسون بيكر دلوقتي، احنا عندنا، بس عشان اللي مش فاهم نسينا نوضح دي، عندنا التير ليست زي ما هي باينه قدامكم. عندنا اس، ودي ستاندز فور سوبر، وبعديها اي بي سي دي، دي زي الدرجات بتاعت الجامعه والمدرسه والكلام ده. فايه اللي هو ممتاز، اف اللي هو فاشل. بالتدريج يعني. ضايع بالظبط كده. وعشان عايزين ناخد فلوس من الحلقه باذن الله، فاف مش هتبقى حاجه تانية. تمام، بس اول ما تعرفوا مين في اف هتعرفوا احنا عايزين نقول عليه ايه كويس. وفي يوتيوبرز زمايلنا عاملين ليه فقره وحاجات كده. ويا رب يشوفوا الفيديو ده، يعملوا لنا شير. يا رب اي حد يشوف الفيديو. تمام، لا هنطلع نتشهر. وهنبدا كلامنا عن أليسون بيكر. يوسف، ايه رايك في أليسون بيكر؟ لا يعني ألسن بيكر لعب 6 ماتشات، ما لعبش ماتشات كتير في السيزون، اتصاب بس يعني عمل اللي عليه، عمل 3 كلين شيت، ماتشات مهمة. ف كويس يعني، ده كويس. ماشي، وايمن؟ والله أليسون أنا بشوفه حارس كويس، بيصد كور مستحيلة، يعني بيصد كور صعبة، يعني فاكر له حاجات كتير قوي إن هو صدام حاجات صعبة اللي هو ما تصدش. وبيصد انفرادات كويس جدا. بيطلع انفرادات، ما بيخافش، بيبقى طالع الكرة كويس، ما يعني كل حاجة تمام، بس هو ليه غلطات زي مثلا رجليه بيباصي وحش، ده أولا. ماشي، امتى بص وحش؟ ولا هل السيزونز اللي فات يعني ماشي، احنا دلوقتي بنتكلم على السيزون ده يعني. لا السيزون ده هو لعب 6 ماتشات، فانا ما احكمش عليه، بس هو في ولا انت في عايز ال6 ماتشات. بس تقول ان هو حارس وحش عشان نفسك نقول على حارس تاني كويس؟ ومعلش ماشي، هو بالنسبه له مانويل نوير نوير ده ده يعني احسن حارس في الكون. ده تاريخ. دي حاجه هو شافها لوحده. طفره، عمل طفره. بالظبط، جابوه من هاند بول بالغلط وعمل طفره، واحد اهبل شافه صدقه ومصدقنا بيه. يعني مالهاش علاقه، انتوا كام ماتش خسرتوه بسببه؟ مالهاش علاقه، مالهاش. ماشي، ما انت ما تقعدش تقارن مقارنه. ماشي، ايه لا مش لازم حد جاب بقارن، سيرتها؟ مش بقارن، بس هو يعني انت بتتكلم على حارس بيرفكت، فهو مفيش ممكن- حارس بيرفكت. ماشي بالظبط، يعني انا بالنسبه لي كيلر بيلعب برجليه احسن من اليسون. كيلر ما عملش ولا غلطه برجليه. تتفق مع العبط لا ده؟ طبعا بصراحة انت بيلعب يعني برجليه احسن. اليسون غلط برجليه امتى؟ السيزونز اللي فاتت أليسون من أحسن حراس السنة قدام برجليه. قدام ماشي. مانشستر سيتي غلط. اليسون غلط لعب جول. كام ماتش في حياته؟ قدام مانشستر سيتي ماشي، غلط هو غلط جول. اليسون لعب كام ماتش في حياته؟ ماشي وكيلر كتير. لعب كام ماتش في حياته؟ ماشي، بس هو يعني انا شايف ان هو يعني اكيد هيبقى أسألك سؤال. هو مش ادرسون برجليه مثلا لا وإيدرسون لا ازاي يقارن بالظبط؟ عادي.
بالظبط اكيد مش زي في الصد، اي حارس بس ليه غلطات، انت ليه بتقول غلطات، بس هو ده نوير كويس. حتى ليه هو غلطات. كويس نوير السيزون ده ملط فضيحه. كده نوير السيزون ده مش حلو. ماشي، هو عمال يزنقني في حته نوير، انا كنت متاكد من الحته دي. ونوير بس نوير بديله أسطورة. صهيوني. نوير اسطوره ومحدش ينكر دوت كده. ماشي اسطوري بالنسبه لبايرن ميونخ مش بالنسبه للحراسه. ما للحراسة تخشش لموضوع لا تافه. لا كده الحراسه ماشي مع ما نفسك. علينا بحوار في فيديو كمان عن بايرن ميونخ استنونا. هيبقى في خناقه. كده هيبقى في خناقه فيه. هو عامه بايرن ميونخ لو عايزين نحرق الفيديو يبقى كلهم في الاف ما عدا 2 3. ماشي السيزون ده اكيد يعني، او السيزون اللي فات برضه كلهم ضايعين اصلا. خلينا بس في موضوع خليها في أليسون بيكر. هو اليسون كده حلو جدا. بيعجبني ان هو بيلعب بسرعه، مش بيتبارد على الكوره، بيشوف رجليه مظبوطه بيدي سكرات لصلاح. بالظبط. بس اسمه ايه ده، بس هو بحسه لما بيبقى الفرقه ضغطه عليه، ضغط على الدفاع مبدئيا، هو بيتوتر بيطلع كوره غلط. ده اللي انا ده في الماتش اللي انا شفتها. لكن هو اي حاجه تانية عامه لا كويس جدا فيها، بيصد كور مستحيله، كور انفرادات. لا هو حارس جامد جدا ويخوف، شكله يخوف اصلا في الجول. رايك اتفق ايه معاك. بقى؟ رايك انت بس يعني. انا رايي ان اليسون طول ما هو في الجون انا مطمن، حتى عارف ان هو لو غلط هو بينقذ حاجات قصادها كتير فشخ، مفيش حاجه اسمها بيغلطش. كيلر ادينا شفنا ماتش كان نيوكاسل، واليسون بالنسبه لي اخر كام سنه ممكن اقول لك انه احسن حارس في العالم مع كورتوا. بس اليسون في ميزه بتطمني ان اليسون رجليه مظبوطه. انا ضد طبعا العبط اللي انت قلت ان هو ما يعرفش يلعب برجليه. اليسون بيدي اسيستات لصلاح والخط الهجوم. الكور اللي بايده ورجل كويسه جدا. تمام اليسون في مطوشه. كور بايده ورجل خد كويس. بالك انت. بالظبط. يا عم سيبك من نوير دلوقتي، اما استنى حلب باك. سيبك من نوير دلوقتي. بس اليسون في مطوشه بيخلصها لوحده باسيست لصلاح. حتى كان في أكيد. ماتش كان عملها ايده رجل لصلاح باسيست جاب بيها جون اصلا. ماتش مانشستر مانشستر يونايتد. سيتي. بالظبط. مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. ده غير ان هو جاب جون بس دي حاجه شاذه يعني فمش هتكلم عنها. فلا اليسون صمام امان زي ما بيقولوا. كده في الحراسه سد، ما حدش ينكر ده. بس انا عندي معاه مشكله واحده. ايه المشكله؟ في السيزون كل سيزون بتصاب نفس الاصابه دي في نفس دي الوقت. برضه مشكله. ويتصاب اصابه بتقعد طويل، بيغيب عن نص السيزون يعتبر، بيجي في الاخر بالظبط تلت السيزون الاول هو دايما مش موجود. على طول مش موجود. والمره الوحيده اللي ما اتصابش فيها ابو غاجي. فيعني دي مشكلتي وكان مع سيزون اليسون وحش بيكر. برضه ساعتها لما ابوه الله كان يرحمه. سيزون وحش. بس فدي مشكلتي الوحيده مع اليسون بيكر. ماشي انت يا يوسف لو هتحط اليسون بيكر معانا من الاس للدي هتحطه فين؟ يعني بص، بما انه ما لعبش كتير وبما ان اللي لعبه ما غلطش وعمل اداء كويس، ممكن احطه بيه. ايمن. والله انا شايف ان هو السيزون ده لعب 6 ماتشات بس. لا هو ده لعب 6 ماتشات بس في الدوري. لعب في لسه الشامبيونز ليج في برضه. الشامبيونز ليج. بقول لك ماشي، ايه تعالى بس تجيب لنا الشامبيونز ليج ما معانا. هنتكلم كده في الدوري. الشامبيونز ليج لعب مرتين وعمل سيف ل3 وواحده كلين شيت. واحده جون بوليسيتش. ماشي انت رايك اليسون يتحط فين؟ بان هو لعب 6 ماتشات و6 ماتشات ادى فيهم كويس وعمل 3 لعب كلين شيت. 6 دوري 6 و2 دوري 2 شامبيونز. تشامبيونز اي كان. يبقى كده بقى كلين شيت. يعني يعتبر جايب في نص الماتشات اللي لعبها كلين شيت. بالظبط، فممكن مثلا نحطه بيه. بي ايمن. انا شايف برضه ان هو يا بي يا سي يعني، بس انا شايف ان هو بي. لا ما هو اعتقدش لعبش. سي. هو ما لعبش غير 6 في الدوري و2 في الشامبيونز، فما احكمش عليه ماشي ما احنا بنتكلم لحد برضه احنا لعبنا 15 ماتش يعني هو يعتبر لعب شويه حلوين يعني. يعني ممكن نحطه ماشي بي كويس. بي بي ماشي. أنا بصراحه عشان بحب اليسون وببقى مطمن اكتر من كده كنت اقول نحطه ايه بس هنمشيها اغلبيه تمام. وتاني لاعب معانا النهارده هو كيراك. محمود ممكن تقول لنا كيراك عمل ايه؟ ده في الدوري الانجليزي ظهر 12 مره وخرج ب6 كلين شيت و4 سيف 40 سيف. ماشي معاك الشامبيونز ليج ولا نلف ونرجع لك؟ الشامبيونز ليج معايا. في الشامبيونز ليج لعب 3 مرات خرج بيهم 3 كلين شيت وعمل سيف ل13 مره. ممكن جاك في كيراك؟ كيلر السنة دي الصراحة فاجئني. كنت متوقع منه كده، مش حاسس ان هو حارس بديل. مطمن شوية وهو في الجون. طبعا الكلام ده ملوش علاقة بماتش نيوكاسل اللي عمل الغلطة الأخيرة في الجون، بس أنا مش كله حاسب. بيغلط. كله بيغلط، مش حاسب على دي.
فانا شايف الصراحه ان هو عمل موسم كويس ولعب ماتشات تقيله كلها، وفي تشامبيونز ليج خارج 3 كلين شيت ولعب 12 ماتش. ماشي، او ايمن ايه رايك في كيلر؟ والله كده حارس كويس، بيصد كور صعبة، بس مش كور مستحيلة، يعني ما يصدش كور مستحيلة زي مثلا أليسون. ماشي، ايه الكوره المستحيله اللي قالوا دخلت عايز فيه؟ أعرف. الكرة اللي بتاعت أرسنال لما ساكا راح لم روبرتسون، أنا كنت حاسس إن لو أليسون كان واقف كان ممكن يصدها عادي يعني. ما أعتقدش. هو ممكن كانت شويه صعبة صعب كده في كده. الانقضاض، لكن كانت في زاويته لكن كمان. صعبه. هي صعبة بالظبط. كده كده، بس أنا يعني حاسس حتى إنها كانت في الضيقة. أنا حاسس إنها كانت في الضيقة وكانت ممكن تتصد لو كان أليسون كان واقف، كنت أكيد كان مش ممكن انتوا يصدها. مش بجاب يعني كده كده احنا اللي هنشوف الفيديو برضه. بس فهو يعني انا بحسه حارس كويس جدا، بعيد عن الغلطه اللي عملها قدام نيوكاسل. يعني هو كان بالنسبه لي توب فورم، بالذات ساعه ماتش ريال مدريد عمل ماتش حلو، ان هو شال صد ضربة جزاء، ضربه الجزاء وكان كانت شايل قبلها قدام بورنموث ضربة وبرضه ساعه جزاء بورنموث صح؟ صد اللي شال ضربه دخلت فيه تاني جزاء، بعدها، بس اتردد، كان لسوء حظه يعني اتردد وصد واحدة مع اللعيب المنتخب بس مش هتكلم واستخلص. عنها يعني، بس هو صد 3 ضربات جزاء ورا بعض، ودي حاجة جامدة فشخ. بس هو يعني ساعة ماتش الريال انا اللي هو ده كان بالنسبة لي هيحدد هو حارس حلو ولا وحش، بان هو شال ضربة الجزاء اللي كانت ممكن تغير الماتش كله. فلا هو حارس كويس كمان كان جدا. بعدها ماتش سيتي وطلع بكلين شيت، ماتش وساعة صعب ماتش جدا. سيتي لعب ماتش حلو، بس هي الغلطة بتاعت نيوكاسل دي. بس كل حارس يعني ليه غلطاته يعني، مش حاجة مش حاجة يعني غريبة. بس وإن شاء الله يعني كان بقية السيزون الفورمة دي ويروح بقى فرقة حلوة مثلا زي بايرن ميونخ. بإذن الله هو الراجل محتاج حارس طبعا. ايوه محتاجه لعيبه. ماشي، بس نبدأ من تحت يعني، أكتر مركز مؤثر على اكتر بالون مركز السنين مؤثر الحراسة. تمام. بعيدا عن الهبل ده. كات يا ابني الهبل ده. ماشي، أنا برضو متفق معاكم إن كده جامد فشخ، وشالنا السيزون ده. يعني أنا اتفاجئت بيه، إن أنا كنت خايف منه جدا، إن لو حد متابع ليفربول كويس هيفتكر إن كده كان بيبقى دايما قاعد نايم على الدكة، ودي حاجة ما تطمنش أي حد. بس الحق يتقال إن هو بينزل وبيأدي، وشال ضربات جزاء، ودي حاجة أليسون كانت بتخش فيه بسهولة. يعني أعتقد إن لما كان بيبقى متشكين هيروح ضربات جزاء، مش عارف عشان كاس ولا لأ، بس كان كلوب بيبدأ بأدريان لو فاكرين، ساعة نهائيين تشيلسي اللي خلصوا 2-2 وكسبناهم. بس دلوقتي أنت عندك حارس بيعرف يصد في العادي وبيصد ضربات جزاء، أعتقد إن ده أبجريد، أو مش أبجريد برضه، ما أقدرش أقول إنه أحسن من أليسون، لا مش احسن. بس أعتقد إن دي فيتشر زيادة يعني. حارس وبرضه تاني. يعني دلوقتي ما بيتصابش، هو مش يعني ما اتصابش طول السيزون، هو لعب اكتر من اليسون اكيد، وما اتصابش لغايه دلوقتي يعني الحمد لله. طيب لو كلاج اتصاب هنزل الأكونت بتاع إيتن كلوب في انستجرام، الحمد لله إن هو ما محمد اتصابش، لان انا أيمن. بشجع ليفربول يعني كده كده. بس لا ان شاء الله يعني ما يتصابش وهو يكمل بالفورمه دي بس هو اكيد مش هيقعد دكه لاليسون بعدين، يعني اخر السيزون اكيد هيمشي. لا وكمان راح جابوا له حاجة تالت، بس نتكلم عليها السنة الجاية بقى، استنوا الفيديو السنة الجاية، وبإذن الله يبقى يوسف في أجازته كده عشان داخل الجيش، ادعوا له. ولو حد معاه واسطة برضه كلمنا يعني تمام. تحط كلاج فين؟ ممكن احط كيلر السيزون دوت. يتحط ايه، هو شايل فرقه بيلعب حلو، وما كانش متوقع منه في الاداء ده في السيزون، في السيزون ده بالذات، ان هو قبل كده يعني كان دكه وما بيلعبش كتير كان يعني. بيلعب ماتشات الكاس وكنا بنوصل الفاينل، بس حتى ما كنا بنوصل الفاينل كانش يعني. بيروح عليه كور كتير. لا الفاينل كان غالبا ما بيلعبش هو برضه، لو قصاد فرقة كبيرة. لا أنا فاكر صح، الكاس اللي خدناه السنة اللي فاتت كان كلوب بدله وأليسون هو اللي لعب الفاينل، كسبناه بس كان الناس واخدة عليه الموضوع ده شوية. يوسف ايه رأيك، تتفق في ايه والله برضه؟ بص، يعني انا شايف ان هو كان كلير كان كلير اللي هو يعني هو ستيبل بس الغلطه بتاعت نيوكاسل دي خلتني اللي هو متردد شويه، بس مش هنحاسب حد على غلطه ماشي، واحده. هي مشيت معانا برضه عشان سيتي وارسنال اتعادلوا. والصغير ولسه خبره، يعني لسه عايز يكسب 24 سنة و خبره. 23 سنة وفرق. ما لعبش خبره. اه انا صغير برضه بالنسبة بالظبط. للحارس. ف لا ايه شايفه ايه؟ وانا بصراحة اتفق، ما اقدرش اقول ايس عشان الغلطة دي، بس كيلر ستيب اب. يعني كيلر اقدر اقول ان هو انقذنا، وبالذات اكبر اختبارين هو عدى منهم بكلين شيت، فكيلر هيبقى معانا في الايه. ماشي، في السريع كده اللعيبة اللي ما لعبوش كتير هنقول عليهم كلمتين بس. فاحنا عندنا جاروس الحارس التالت، محمود اكد لي المعلومة دي، لعب ماتش واحد مظبوط، لعب ماتش واحد وعمل سيف اللي هي مرة واحدة بس. ولو انا فاكر صح كان نزل بديل في ماتش، فما اعتقدش في حاجة تتقال يعني. هو نزل، ما خسرناش الماتش الحمد لله. بس كده، حد عنده اي حاجة يقولها عليه؟ لا يعني انا هحطه دي لعيب دي مش يعني اف. عادي، لسه مش ما مش ما فاشل. ايه برضه لعيب فاشل اه يعني. وما فشلش بحاجه يعني. جاي لك يا ابن الولد.
طيب نبدأ، هنخش في الدفاع ونبدأ كده بجو جوميز. محمود ممكن تقول لي جو جوميز عمل معانا السيزون ده؟ في الدوري الإنجليزي لعب خمس مرات، عمل تاكل 5 مرات برضو، وخرج منهم بواحد كلين شيت. تمام. أكيد خرج بالصدفة أو كان نازل بديل. يوسف ممكن تقول لنا رأيك في جو جوميز؟ يعني جوميز بصراحة من اللعيبة اللي أنا ما حبيتهاش، يعني المفروض هو ما أكرهه بحبهاش. عادي. أنا ما بحبوش، يعني ما بحسوش صراحة على الليفر، بس هو يعني كبديل شغال. فمش مش من اللعيبة اللي أنا بحبها، يعني في الليفر بحسه ملط. ف بس ما بحس وما لعبش كتير. لو تسمح لي أختلف معاك، معلش هتكلم قبلك، اتكلم يا حبيبي. بس هو حتى مش صاحب القناة يعني. هدفع لهم بس هو ما ينفعش حتى كبديل. هو بينزل من هنا، هو واخد مساحة على الفاضي. هو حتى النادي كان عايز يمشيه السيزون اللي فات لنيوكاسل والصفقة باظت، لكن هو بينزل ولا نفع سنتر باك ولا نفع رايت باك ولا ليفت باك. بالظبط. ولا سي دي ام. وماتش لعب سي دي ام في لعب ماتش. سي دي ام مش فاكر. لو ما لعبش سي دي ام الاكونت بتاعه في الديسكربشن، تمام. لا لعب سي دي ام، متأكد مليون في المية. هبعت لكم الاكونت رقم موبايله. فزي ما كنت بقول لك كده، انا اختلف معاك، هو ما ينفعش حتى بديل. هو صاغة موجودة في الملعب، وماتش نيوكاسل طبعا جزء يتلم عليه ارجن سلوت، لان ما حدش كان فاهم مين فيهم السنتر باك ومين الرايت باك، ولا هم كانوا فاهمين، ما بين هو وجاجر كونسا. بس هو موجود، هو خرم في الملعب. واتفضل وجاي. هو كده كده لعيب ملط يعني. انا ما عنديش اي تعليق عليه ان هو ملط، وكان المفروض يمشي من بدري، مش السيزون اللي فات يعني مش ما كانش المفروض يمشي قبل السيزون ده، وكان المفروض يمشي من بدري. هو ملط يعني بصراحة، ما فيهوش أي حاجة حلوة، ولا سريع ولا طويل. لا هو سريع بس، يعني هو حتى ما بيجري بس في بيستفادش الملعب. بالسرعة، يعني ما بيقطعش. هو الحاجة الوحيدة اللي بيتعدى عملها منه حلوة في عادي. حياته، كان ليه كارت حلو في فيفا لو حد فاكر. هو اه كان بس لعب كان نص أحسن موسم حاجة كنا حلو بنجيب بتاع على طول فيفا. 2020. كان بيلعب سنتر باك جنب فان دايك، بس ده برضه عشان فان دايك كان توب بيشيل اللي فورم جنبه. بتاعته أصلا، كده كده فان دايك كان ساعتها التوب فورم بتاعته، بس هو يعني كلاعب لا، هو بصراحة خرا شخيخ من الآخر. بالظبط كده، خرج خير زي ما سمعته. هو كده كده خرا يعني. لو لعيب حسينا فيه ديبيت نشوف، فاهم ايه يا اسطى. ماشي، يعني انت جوميز هتحطه فين بعد كل الخير اللي احنا ذكرنا فيه؟ والله جوميز يتحط في اف يعني، هو لعيب خرا قوي بصراحة، لعيب وحش، بشوف في الملعب وحش قوي. وانت جوميز اف لا برضه؟ اف مستريح يعني. اف، ولو في اوطى من كده كنا حطيناك، تمام. محمود ممكن تقول لنا فان دايك عمل ايه السيزون ده؟ الدوري الإنجليزي لعب 14 مرة، خرج ب7 كلين شيت، من ضمنهم واحد جاب فيهم جول أسيست. تمام. ولو معاك تشامبيونز ليج يا جيت تقول لنا. لعب 5 مرات، ما عملش جول أسيست، خرج ب4 منهم كلين شيت. تمام. يوسف ممكن تقول لنا رأيك في فان لا دايك؟ فان دايك ممكن اختلف معاه في اوقات، بس انا شايفه بنتكلم على برضه السيزون ده. اوقات في السيزون ده، بس اوفرول لا، شايفه في الدفاع مدي ثقة لزمايله كلها، قائد في الملعب، بيلعب كويس، بيدافع كويس، مش زي مثلا الموسم اللي فات او اللي قبله. لا انا شايف ان هو قد السيزون كويس. ماشي ايمن. بالنسبة لي فان دايك الموسم ده عامل موسم خرافي، موسم تحفة بصراحة. بيلعب حلو جدا، بيدافع حلو جدا، شايل الدفاع حلو، بيمسك خط الدفاع حلو، مش بيقعد يرجع لورا زي ما كان بيرجع ومقلق ان هو يبوش على اللعيب، لا بالعكس خالص. وده ظهر معانا كويس جدا في ماتش ريال مدريد. وفي ماتش ما كانش خايف من اي حد. بياخد الثقة ويخش. وساعة هالاند برضه، ساعة ماتش كنت لسه السيتي. اقول لك ماتش السيتي برضه. يعني كان ماسك هالاند بصراحة، مش مقلق وبيدافع بغشومية. ما كنتش متعود على فان دايك من كده، ان هو كان على طول بيرجع ويدخل في اخر لحظة، ماشي بيقطع الكورة، بس هو لا. بس كانت ساعات بتقلش منه، كانت او ساعات لو بتقلش بالظبط، او لو حد مهاجم جامد معدي او سريع او بتاع بالظبط، او لو في كان بيزعله. وينجات بالظبط، لو في وينجات جامدة او سريعة كان بتتباصى منه بتعدى. لكن هو السيزون ده لا، بيلعب حلو جدا، ده انا شايف ان ده احسن سيزون لفان دايك. رجع من مستوى 2020. لا ده اكتر من، بالنسبة لي اكتر من 2020. السيزون ده فان دايك عامل موسم لا اختلف خرافي. بصراحة. لا لا اختلف معاك برضه. لا مش السيزون ده، مش اقوى من 20. لا لحد دلوقتي فان دايك هو اللي مخليه السيزون ده احسن برضه، ان هم جودي جنبه مدافع بجد. يعني لو كان معاه ماتب او لوفجن او جوميز، بالعكس، ده انا فدول مش مدافعين اديله برضه. بوينت اب، كان هو يبقى شايل الدفاع اكتر. كوناتي شايل معاه شويه، كوناتي بيلعب كويس، هيتكلم عليه، بس انا كوناتي مديله بلس.
ماشي احنا ان ما هو بنقولش ان هو معاه حد وحش، معاه. بالظبط. هو انت بتقول هو اقوى. اقوى بص، ازاي؟ اقوى هو ان مع هو حد السيزون قوي؟ ده لا هو الاتنين مع بعض يبان كومبو بجد جامد لو هو قوي. لوحده. ماشي انا اللي بقول لك عليه ان هو السيزون ده اللي بيعمله، وبالذات ان هو بقى بيجيب اجوان اكتر من العادي او اكتر من العادي بتاعه يعني. لا فان دايك السيزون ده بيشيل حاجات ما ماشي تتسابش، السيزون ده وكوناتي حلو برضه جامد يعني وكل كوناتي حاجه. هنتكلم عنه. هو ممكن اصلا ان هو اللي مديله الثقه دي ان في جنبيه اه لعيب كويس زي كوناتي، بيدافع حلو، وهو مش قلقان لما يخش يبوش على اللعيب زي الاول. عارف ان في حد وراه. عارف ان في ممكن في لعيبه تانية ولا زي كوناتي او في حد جنبيه هيغطي معاه. فهو السيزون ده بصراحه عامل سيزون خرافي جدا ما ده اللي بالنسبه بتكلم لي. فيه. ولو فضل لاخر السيزون كده وهيبقى عامل اساسي من اللعيبه اللي خلتهم ياخدوا البطولات يعني، باذن الله يا رب. ان شاء الله. ماشي، عندي بس سؤال جانبي. هل فان دايك دلوقتي احسن واحد في مركزه السيزون ده؟ من احسن. مين احسن كده منه؟ كده من احسن. مين احسن منه؟ مش احسن بس يعني. على حسب الذاكره يعني عشان ما يتشتمش. بالظبط. بالظبط. ما اقدرش اقول لك مين احسن، بس من احسن كده كده توب فايف يعني. انا بصراحه شايف ان فان دايك السيزون ده عامل اداء اعلى بكتير من السيزون اللي فاتوا. السيزون اللي فاتوا كان فيه مطوشه، فان دايك كان بيتسبله بكل لغه ممكنه. اللي فاتوا السنين اللي فاتوا كان اه ساعة بالذات من بعد الإصابة. الاصابه بالظبط. فلا السيزون ده فان دايك زي ما انت قلت كوناتي مطمنه شويه، فلا فان دايك السيزون ده حاجه انت تثق فيها. لو الكوره رايحه يعني عامه الاثنين اللي حكمنا عليهم لحد دلوقتي يعني كان اليسون ولا كيرل وفان دايك، انت بتبقى مطمن جزئيا. ايوه طبعا اكيد. ماشي تحط فان دايك ايه؟ فان دايك السيزون ده يتحط هو لعيب سوبر. السيزون وانا ده اتفق بصراحه. خرافي بصراحة. حيطه لغاية واقفه ورا. دلوقتي بصراحة عامل سيزون حلو جدا. تختلف معانا؟ مش قوي يعني، انا بين الاس والايه. بس انا مثلا هحطه ايه. ماشي يعني احنا بناخد بالاغلبيه، عشان احنا فهنقول اس ديمقراطيين. عشان احنا ديمقراطيين بالظبط. طيب واللعيب التاني معانا اللي احنا لسه متكلمين عنه حالا وهو كوناتي. محمود ممكن تقول لك كوناتي عمل ايه السيزون ده؟ في الدوري الإنجليزي لعب 12 مرة، خرج منهم ب5 كلين شيت، وعمل 14 توتال تاكل. ماشي، اي جوان اي اسيستات تحب تقول لنا عليها؟ هو جايب جون في الغالب. هي جول اسيست بس في الدوري الإنجليزي السيزون ده. تمام لعب ممكن. قدام وولفز. ده مودريتش. اه صح لما غلط غلطة وبعدها صلحها وجاب جون صح. وفي الشامبيونز ليج اعتقد ان هو جاب جوان كمان. هو لعب 5 مرات، خرج منهم 3 كلين شيت، لكن سامش. ما جابش جون أصلا. تمام. ايه رأيك في كوناتي؟ ما كوناتي السيزون ده عالمي، وكان باين من السيزون اللي فات ان كوناتي لا بوتنشال جامد بروجكت قوي. جامد قوي. يعني جامد قوي ومدي ثقة لفان دايك معاه، ولا شايف صراحة في وجوده لا الدفاع ليفربول يبقى في حتة تانية. وطبعا ابجريد عن اي حد كان قبله في المركز ده. ده كده كده. ماشي، ايه رأيك في كوناتي؟ كونيز بصراحة السيزون ده حلو جدا. هو من ساعة ما جه هو يعني باين ان هو هيبقى مدافع مستقبل حلو جسديا، ما شاء الله فيزيكال حلو جدا وسريع. وسريع وكل حاجة. مشكلتي معاه ان هو حاسه لسه ما خدش من خبرة الدوري الانجليزي قوي، وغشيم زيادة عن اللزوم يعني، بالذات مع الحكام ضد ليفربول. بس هو غشيم قوي يعني، انا بحسه غشيم اوفر يعني، بيخش بغشومية زيادة اللي هو تخليه الحكم ممكن يديله كارت اصفر بنسبة كبيرة. هو كان واخد في ماتش وولفز طريق تصفيق صح؟ هو بس طريقة عايز أعدل على حاجة، هو جاي في التشامبيونز ليج والدوري الإنجليزي ده، هنا جاب جول وهنا جاب جول. بس لكن هو بعيدا عنه هو لا مدافع حلو جدا، بيلعب بدماغه حلو، بيقطع حلو، بيمسك حلو، سريع. مش زي اللي قبله خالص يعني، ده أول مرة نشوف حد انا جنب بحسب فان الله ونعم دايك. الوكيل في اللعب له يعني. بس هو لا مدافع حلو يعني، السيزون ده عامل يفضل بس مكمل ويرجع من الإصابة عشان نخلص. و هو اتصاب إصابة يعني حسب الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب ملهاش أي لازمة. بس هو أنا شايف فيه ميزة، هو بيغلط يعني هو مش فان دايك. بس أكبر ميزة شايفها فيه إن هو ما بيغلط وما بيطلعش بره الماتش، بل بيرجع. وزي ما قلنا كده في ماتش وولفز زي ما أنت لسه مفكرني من اه شوية، رجع رجع. جاب جون. رجع يحط جون حلو بصراحة، كان كورنر وطلع بدماغه جاب جون حلو. فأنا هبدأ أنا على سبيل التغيير، أنا لو حط كوناتي بصراحة ممكن أحطه إيه مثلا. متفق ايه توافق؟ برضه. اتفق ايه برضه. رأي تمام. كويس جدا. كوناتي إيه. طيب وهنروح دلوقتي للباكات،
ونبدأ بأول ليفت باك معانا واللي هو كوستاس تسيميكاس. هو ممكن تقول لنا كام تسيميكاس؟ في الدوري الإنجليزي لعب 6 مرات، ما خرج بزيرو كلين شيت وما جابش ولا جول، ما عملش أي حاجة. لسه ما عملتش أي حلو حاجة. أوي بس كده. في ال Champions League لعب 4 مرات، عمل جول أسيست واحد بس وخرج زيرو كلين شيتس وما جابش برضو ولا جول. يعني هو بص أرقامه بتحكي عنه من الآخر، فاهم؟ أنا شايفه لعيب عادي وأقل من إن هو يلعب في ليفربول، وده من بدري. ما عمره ما بيعجبني، بحسش إن هو بيقدم إضافة. بحس إن هو بيملى فراغ بس. لا، هو في دماغه ان هو روبرتو كارلوس. انت اه لو بتركز معاه تلاقي كل شويه بيزيد لحد ال 18 ويشوط حاجات حاجات متخلفه غريبة. هو ما بتروحش ناحية الجون أصلا. بالظبط. ويحاول يضحك بعدها واسنانه وسخه. هو مكمل عشان صاحب صلاح بس. اه بالظبط. هو بصراحة لعيب عادي جدا يعني، ممكن يلعب في الدوري المصري مرتاح، لكن ما يلعبش في ليفربول خالص يعني. هو يعني اعتقد اللاعب الوحيد اللي ممكن نقول هنا ان منا كان احسن منه، والله العظيم فرق سرعات بس. شوية. هو ده سريع بالظبط، وممكن اما يكون بقول شباب. لسه صغير. بالظبط. بس ده مش مستوى البريمير ليج يعني، مش مستوى فرقة كبيرة زي مش ليفربول. مستوى فرقه اول دوري وبتنافس. متفقين. بس برضه ملوش الحق غلطات يتقال بس. ملوش كوارث، مش ملوش كوارث غلطات. بالظبط. دي كده بصراحة أنا شايف إن أنا هحطه سي. لا انا اختلف معاك شويه، انا شايف دي لان هو ما اتمنوش يبدا لا يعني. هحطه سي لأن هنتكلم عن روبرتسون المرة دي. ما اتمنوش يلعب. يعني هحطه سي عشان هو أحسن منه. هو سي؟ ملوش هو يتحط سي. انا شايف دي بصراحه، بس تمام يعني احنا ديمقراطيين زي ما قلنا. ماشي، هنروح للليفت باك التاني معانا وهو اندرو روبرتسون. فضيحة فضيحة بجد. السيزون ده أوحش موسم ليه مع ليفربول. فضيحة. ضعيف جدا، عليه كوارث مش كارثة واحدة وحاجات ربنا بيسهلها كده. عاجبني الغل بس اللي لا، انت فيه وحش. أوي. مضايقني قوي عشان كنت بحبه، بس مش لا. طيب. دلوقتي فعلا مشتاقه، شايفه ثغرة في دفاع ليفربول. هو ده بجد عشان هو أصلا لعب 13 مرة وخرج منهم ب4 كلين شيت وما جابش ولا جول أصلا. ماشي، هو روبرتسون بيفكرني بالديكلاين بتاع فابينيو، اللي هو انا كنت جامد قوي، بعد فوق كده بقيت فشخ، مش موجود. بعدين مرة واحدة وقعت على الأرض من غير أي سابق إنذار. إيه رأيك في أندرو؟ بصراحة لا، سيء جدا الموسم ده، مش حلو خالص. وليه زي ما هو قال كوارث. السيزون ده بالذات كان سبب ضربتين جزاء ولا واحدة؟ في الغالب كانوا ضربتين جزاء، وغير بقى الفرشة اللي سحبها له ساكا، غير حاجات يعني كانت بلاوي. مهمة ومش مهمة. ماتش مهم. فهو لا بصراحة لعيب وحش جدا السيزون ده بالذات. أنا روبرتسون بحبه في انترفيو أو حاجة كده، لكن أكتر من بيقول له كده كانت حلوة. بيضحك. بالظبط. شفت آخر حاجة قالها لما قال لك أنا هواجيهم السيزون ده إن أنا هرجع وبتاع؟ أنا اتفشخت ضحك بصراحة. فلا، لكن هو أكتر من كده لا. روبرتسون بقى وحش جدا. وليفربول يعني لو عندهم دم، احنا دلوقتي بننافس، لازم ليفت باك في الصيف ده. محترم. مش محترم يبقى بيليفت باك، يعني بيعمل دوره بس. صح. تمام. دي 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 برضه. أنا مش عايز احطه، ممكن يتحط اف، بس يعني احتراما للسيزونات اللي فاتت. طيب بسرعة بس كده هتكلم على ماتش ليفربول وفولهام، عشان الماتش ده اتلعب بعد ما كنا خلصنا تصوير وأنا بقلت، فهبقى زود الحتة دي. روبرتسون أنا مش فاكر احنا حطيناه فين، بس أيا كان حطيناه فين، روبرتسون ما يستاهلش غير اف، وحسبي الله ونعم الوكيل. احنا لو خسرنا الدوري هيبقى بسببه. ماشي، هنروح بقى لناحية اليمين واللعيب اللي شكله هيمشي وهو ترينت ألكسندر أرنولد. ليلة. لعب كام ماتش ويا رب يرجع أرنولد بتاع زمان ما أحمد جديد. لا يا عم إن شاء الله. محمود معاك أرقام أرنولد؟ في الدوري الإنجليزي لعب 13 مرة، عمل 3 جول أسيست، خرج منهم ب2 كلين شيت وما جابش ولا جول في الدوري الإنجليزي. حد معلش حاجة جانبية، بس شفت الفاول اللي جابه مع المنتخب؟ جامد فشخ. ماشي، ايه رأيك بقى ارنولد في بالسادي عاجبني جدا جدا جدا. الناقص اللي عنده ملاهة في الدفاع تحفة. اعتقد ان دي برضه ليها دعوة بأرن سلوت طبعا كده اكتر من كده أرنولد. بكتير. في الدفاع اي نعم ما بيشاركش كتير، اي نعم بقى ما اعرفش ليه علاقة بالتجديد، مش حاطه في حساباته الموسم الجاي ايا كان. بس لا، عنده البديل. بس لا، انا شايف الصراحة ارنولد الموسم ده خرافي، بينزل يقلب الماتشات تحفة. رجليه مظبوطة، من أحسن البساط اللي أنا شفتها في الدوري الإنجليزي دلوقتي. والواد لما بيحب يعمل فرق بيعمل فرق.
ايمن جلال. بصراحة ما مش فاكر انا شفته قوي في السيزون ده، مع ارني سلوت هو مش معتمد عليه قوي. يعني هو معتمد على برادلي اكتر، وده واضح ان هو كان هيمشي. بيبدأ في الاول وكان بيبدله في الدقيقة 60 برضه ينزل كونر. يعني هو معتمد اكتر على برادلي السيزون ده، ان هو في الغالب شكله هيمشي. بس هو لا يعني هو لعيب حلو، بالذات ماتش تشيلسي عمل ماتش حلو خرافي يعني. لعب عليه بيدرو نيتو، لعب عليه كذا حد، اتبدل عليه كذا حد في الماتش ده، وكان لاعب عامل ماتش عالمي ساعة ماتش تشيلسي. بس هو برضه ستيل في الدفاع ليه دفاع ايه؟ ليه غلطات. لا ايه ايه هي؟ السيزون ده عمل ايه؟ مش فاكر له هو حاجة الخطة خالص كل اصلا السيزون ده. السيزون ده تحفة في الدفاع. لا هو في السيزون ده اللي كان مساعده. برادلي احسن منه في الدفاعيا بالنسبة لي. ماشي. هو على حسب مين بيشارك اكتر، بس هو لا لا بس هو جاي ان دفاعيا برادلي هو بيعرف يدافع. ارنولد اللي كان مخليه متعاجي السيزونات اللي فاتت ان كلوب كان بيعمله على انه جايت وينج، وصلاح ار اف بقى لا وما بس علينا يعني. ارنولد، لا ارنولد كان وحش بس حتى في كان وراه الدفاع. شواجع وكان بيكسل يرجع وحاجه تشيل. بس هو دلوقتي هو واقف ورا، هو جايب باك، هو المدرب طبعا عليه فده عامل سات كبير اكتر طبعا. بكتير. والمدرب عامل عليه يعني ليه عليه عامل المدرب كبير. عليه عامل كبير، ان هو مخليه ما يهاجمش، ودي حاجه حلوه. وقال له خليك ورا وسيب بقى اللعيبه اللي قدام تعمل شغلها، وانت خليك ورا، فدي حاجه كويسه جدا. بس هو لعيب كويس. تمام، لو هتحطه فين؟ آه يعني انا محتار ما بين بي وسي بصراحه. انا محتاج ما بين ايه وبي بصراحه. ايه وبي. خلاص يبقى متفقين على بي كلنا. بي. بي. سي عشان بحب اكون مختلف. سوسي. واحد بيشجع بايرن ميونخ. اللي معانا مش هتكلم عليه كتير عشان ما لعبش كتير، هو جاجر كونسا. جاجر كونسا ممكن محمود تقول لها لعب قد ايه؟ ده لعيب. يا ايمن ايه مش لازم يبقى دمك خفيف دلوقتي. ماشي. ممكن تقول لها محمود ده جاجر كونسا عمل ايه السيزون ده؟ لعب كام ماتش وجاب كام كلين شيت؟ لعب 3 في الدوري الإنجليزي وزيرو كلين شيت وزيرو جول أسيست أصلا، ما جابش ولا جول. خلاص مش عايزين حاجه تانية النهارده. انا شايفه لعيب كارثة السيزون ده بالذات. السيزون اللي قبله لا، كنت شايف ان هو ممكن بروجكت وبوتنشال مع يبقى بديل كوناتي. احسن من جوميز. بس لا السيزون ده فقد الثقة تماما. ارنولد مش عارف يتعامل معاه، فشايف ان هو ولو حد شاف ماتش الكاس قصاد برايتون جاب جونين في نفسه يعتبر. غلط. يعني لولا كودي جاكبو كنا خسرنا الماتش ده. عندك اي حاجه تقولها عنه تاني؟ بصراحه لعيب فاشل يعني. مش فاشل. ما اقدرش اقول فاشل. السيزون ده فاشل. السيزون كمل ده السيزون لا السيزون ده ممكن يتحط في الاف. لا بس احطه برضه في ما لعبش البي. كتير. بي تمام. بصراحه. هو لا بوتنشال لعيب صغير. ماشي بس فشل السيزون ده في كده حاجه. ماشي بس لسه السيزون بدري برضه يجي منه. ماشي. وبعدين حتى بعد بس السيزون ده بالظبط. ممكن يتحول. لا شايفه دي. ممكن تقول لنا محمود بجد ليه عمل ايه السيزون ده معانا في الدوري؟ هو لعب بس في الدوري الإنجليزي 7 ماتشات. تمام. بالتالي هنشوف السنة الماتشات دول اه وشفنا برضه في مفاجأة الموسم. الشامبيونز. فعلا مفاجأة الموسم. دفاعيا كويس قوي، اتطور. يعني السيزون اللي فات كان غلط غلطة سيئة في ماتش اليونايتد في الكاس. خدت عنه فكرة اللي هو هيبقى لعيب زي أي ناشئ زي بينزل ويروح فرقة في نص الدوري الإنجليزي. بس بصراحة فاجئني السيزون ده، عمل أداء كويس جدا يعني. انا اتفاجئت بيه في ماتش مدريد بصراحة، كنت مرعوب. بالظبط. بس بعد اول كام كورة لا مبابي اطمن، حسيت حاجة سوليد. مبابي كمان كانش موجود. وماتش سيتي برضه. لا بصراحة لعيب خرافي السيزون ده. أنا كنت بشوفه السيزون اللي فات كان دفاعه حلو جدا، والسيزون ده دفاعه خرافة. وبقى بيساهم في الهجوم. وسريع جدا، بقى بيساهم في الهجوم. بس هو هو مش أحسن حاجة في الهجوم. بس هو لا دفاعيا توب فورم بتاعته السيزون ده بصراحة. مشكلتي معاه في الهجوم بس ان هو بيحاول يشوط كتير، ما بيحاولش يعمل اوفرات او يرفع او يباصي بقى. بالظبط. فهو يعني بيفكرني ماركوس الونسو سنة، شوية اللي هو انا عايز اشوط انا مش هرفع. تمام. عايز يكسر حتة أرنولد اللي هو الباك اللي بيجيب جوان بالظبط. ومش عارف ايه. اديله ريت. انا اقول ممكن بي انا عشان ايه برضه او ما لعبش بي. كتير. حاسه إيه بصراحة، هو لاعب ماتشات مهمة جدا. حاسه إيه؟ في ماتش مدريد بصراحة على قد سنه، على قد خبرته اللي انا شفته. لا اتفق معاكم ايه. ماشي، هنتكلم بسرعة برضه على السي دي ام اللي احنا رحنا جبناه، اللي هو طارق اندو، جبناه السنة اللي فاتت. محمود ممكن ارقم اندو؟ لعب في الدوري الإنجليزي 6 ماتشات بس ما سي دي ام هو غالبا نزل اغلبيتهم كبديل اغلبيتهم عشان ياكد بديل. المكسب. بالظبط. نزل بيعمل اللي هو يقدر عليه. انا مع ان انا شايف ان هو عنده بوتنشال احسن من كده بس السن برضه ممكن. بس وان هو جاي الدوري متأخر شايف ان هو ومحتاج ما وقت. عملش فضايح.
ما عملش بالظبط، حاجة، هو بينزل بيعمل اللي يعمل عليه. الدور بتاعه. هو هو السن هو اكبر حاجه شايفها عيب بالنسبه له، يعني ماشي، دي هو مشكلة صفقة، يعني يعني مش هو مشكلته كنت هو شايف ان هو المفروض ما يجيش يعني، او ما تجيبوش، بس ماشي، انا هو بتكلم عليه هو كلاعب. كان لعيب كويس يعني، بس مش توب، مش اللي هو مش احسن حاجه يعني، لعيب عادي. هو بيعمل اللي عليه. اديله ريت. ممكن احطه دي مثلا. احطه سي. سي. تاني لعيب معانا الدومينيك اللي هيموت ويقولها. هموت واقولها. طيب محمود، ممكن ارقام سوبوزلاي؟ لعب 14 ماتش في الدوري الإنجليزي، جاب فيها جول واحد وعمل جول أسيست واحد برضه. ده البلاي ميكر الاساسي. اللي جاي موديل تقريبا، مش جاي طب ادانا دفعة كده ان هو هيعمل حاجة جامدة قوي وسيزون وبتاع. جون من سيزون بره وايه. بس لا، رجع مستواه، مش عارف بقى ده ليه علاقة لا ده بايه. مش مستواه يعني. بس حاسس ان هو لا يجي منه اكتر من طب كده. معلش محمود، هل عندك كم مره سرح شعره او ابتسم للكاميرا او غمز او اللي بيعملها دي؟ عيدها على يعني حسابها على كل ماتش بقى، كل ماتش وابتسم للكاميرا، فهي مرتين، لان هو في الشامبيونز ليج برضو جاب جول وعمل جول اسيست، فانت برضو احسبها مرتين لما بص في الكاميرا. لا، هو بيبص للكاميرا وكل ما تعدي من جنبه. ماشي ايمن. هو لعيب، انا بشوفه لعيب كويس يعني، كان جاي لعيب توب فورم، وبعدين هو كان في الدوري الالماني كان كويس جدا، بس جه اول ما جه في ليفربول عمل مطوشه حلوه وكان بيلعب، وهو كان رايت وينج كويس وكان برضه في النص كويس. بس السيزون ده بصراحه ليه غلطات، بس ما لا، هو اقدرش السيزون ده ملوش حاجه حلوه. السيزون ده بس الطبيعي بتاعه بس غلطات. غلطات وحشه قوي يعني، مش عارف يباصي، مش عارف يطلع باص من رجليه يعني، بعيد عن الماتشين اللي فاتوا اللي لعبهم كويس يعتبر. وانا ما حاسس لعبهمش كويس برضه، هو عمل اللي ما عليه. عملش غلطات، بس كان كويس يعني، حاسه كان كويس، وده يعني حاسه بسبب ان هو كان حاطط جل اكيد يعني. بالظبط. كان شعره مش مشغول كان بشعره. شعره ثابت يعني، هو عنده عيب ان هو كل شويه يقعد يسرح شعره ويعمل كده بس هو لا يعني، هو حاسه هيجي منه لو استرجل شويه. ماشي، انا جاي ان سوبوزلاي هو لعيب، ممكن نقول، مش عايز اقول كلمه معينه بس يعني اعتقد اي حد شافه هيفهم. هو السنه اللي فاتت باين لنا ان هو عنده بوتنشال، بس هو بينه بس، يعني ما اشتغلش بيه، ما ظهرش معانا. والسيزون ده هو ملوش اي لازمه، احنا بنلعب ناقصين، احنا بننزل 9 في الملعب بسببه هو. اللعيب هنتكلم عنه قدام طبعا، كله عارفه. هو زي ما محمد كان بيقول كده، اخر ماتشين كان معقول عشان كان نزل من على الدكه بس، فدي برضه اختلف معاك فيها. هو ما لحقش يعك، ما لحقش يبص للكاميرا بس، وعشان كان حاطط جيل برضه كان مركز شويه. لا بس هو كان بس. كويس اخر ماتشين ما غلطش. ممكن مثلا احطه سي. سي. ايمن. والله ممكن يتحط سي او دي يعني، هو السيزون ده انا بقول عادي دي يعني. برضه. هو ثغره موجوده في الملعب، هو عادي السيزون ده لسه بيضغط يعني نوعا دي؟ ما كويس، بس دي دي ماشي. واللعيب التاني معانا وهو الأسطورة أليكسيس ماكاليستر، صاحب كأس العالم. محمود، ممكن أرقام ماكاليستر؟ لعب في السيزون ده في الدوري الإنجليزي 14 مرة، بزيرو جول أسيست وما جابش ولا جول. جاب في الشامبيونز ليج طبعا، كلكم شفتوا جون مدريد، وأكيد جاب تاني يعني، أو لو جاب تاني فأنتوا تفتكروا أنتوا بقى. في التشامبيونز ليج برضو جاب 2 جول، وكان لاعب 5 ماتشات. تمام. وبالنسبة إن هو بيلعب سي دي إم، فإيه رأيك فيه؟ لا يعني مع ارن سلوت بان اكتر، هو مع كلوب كان باين، وكان باين ان هو لعيب كويس وهيفيد الفريق. فلا، انا شايفه لعيب كويس ومؤثر مع ليفربول في نص الملعب بشكل كبير. أعتقد كان أكبر مفاجأة من السنة اللي فاتت عن سوبوزلاي، بالظبط. محدش كان متوقعها صح؟ بصراحة لكن لا ولعيب حلو جدا بصراحة. لما ساب السي دي ام، لما جرافنبرخ لما بيلعبوا الاتنين جنب بعض. بالظبط. بس لا هو كويس جدا ولوحده بيسد يعني، هو لعيب حلو جدا بصراحة في نص الملعب، بيباصي حلو جدا. لا لعيب خرافي يعني، بحسه تطمن وهو واقف من إن هو اللعيبة غالبا هيعرف ياخد الكورة بشكل ما. وما بيغلطش يعني، ملوش بساطته غلطات. مظبوطة. كل حاجة فيه كويسة يعني، بيلعب على لا، الأرض بتعرف أكتر. تعتمد عليه. لما تتزنق في ماتش هيقدم وهيحاول يعمل حاجة. وبيخش وبيشوط وبيجيب جوان يعني، بيعمل عليه 100%. بالظبط. لعيب كويس. طيب أنا لو هحطه أعتقد إن هو إيه؟ ايه. إيه؟ ايه ايه واس كمان، بس هو ايه. طيب، ومكملين برضه في نص الملعب، ودلوقتي هنتكلم على كيرتس جونز. محمود، ممكن أرقام جونز؟
هو كان لاعب في الدوري الإنجليزي 11 ماتش، جاب فيهم 2 جون وعمل فيها 1 جول أسيست. ماشي. فاجئني السيزون ده بصراحة لعيب حلو قوي، وفرق مع ليفربول كتير ان هو ايا كان بقى بيبدأ اساسي بيجي من على الدكة، لا بتحس بيه مش زي فترة كلوب كان اللي هو لسه كان ناشئ موجود. ومش عارف ايه، وبقى باين ان هو ممكن يبقى فيه لعيب كويس. بس لا السيزون ده شايف ان هو بس برضه افضل هو شوية. فاكر كلوب كان ابجريد عن هندرسون، او هو احنا هو كنا ابجريد احنا عن كده كان ابجريد هندرسون عن هندرسون يعني. يعني. فلا مبسوط بيه جدا السيزون ده. ايمن. لا السيزون ده لعب حلو جدا بصراحة، ملوش أي غلطات، وبيزيد حلو أوي في الهجوم، بيفتح مساحات حلوة جدا، بيطلع من حتت بصراحة ما بيتشافش، يعني بيبقى فجأة قدام الجون هو الجون. لا لعيب حلو بصراحة السيزون ده. وهو الضغط بتاعه حلو جدا، والفينش بتاعه احسن من مهاجمين كتير في الفرقه، وهتتفاجئوا بارقامهم دلوقتي زي ما انا اتفاجئت لما كنت بعمل سيرش على الحلقه دي. بس لا، بيموت نفسه كده بالظبط هو بيعمل اللي عليه مم. بزياده حبتين، مع ان مستواه كمان حلو، فده مديله ادفانتج. طيب انا اعتقد هو برضه عشان ما لعبش كتير، ما لعبش كتير وهو خد، يعني هو انتزع ان هو يلعب اساسي من سوبوزلاي، ده حقيقي. ويستحقها 100%. كده كده أكيد دلوقتي. فاعتقد ممكن نقول بيه، انا ممكن عشان مش احطه. بادئ من اول السيزون بس. ممكن احطه ايه؟ وأنا بصراحة شايف إن هو ممكن يكون إيه. طيب هنتكلم بسرعة على هارفي إليوت. هو نزل مرة من على الدكة واتصاب، فأنا لو هقول حاجة بس سريعة، الواد ده بوتنشال حلو جدا، وبإذن الله يرجع وياخد مكان من سوبوزلاي تاني، ويبقوا اتنين بيلعبوا على سوبوزلاي لحد ما يستقل. عندك أي حاجة تقولها؟ يعني هو ما لعبش كتير السيزون دوت. عارفينه طبعا من كلوب والموسم اللي فاتت، بس ممكن مثلا يعني ما بانش قوي السيزون ده. بالظبط، ما هو ما لعبش، ربنا يشفيه. يعني عندك أي حاجة تقولها تانية؟ ما فيهوش حاجة قدام، ما بس عملش حاجة. فهنحطه سي مع الناس اللي قاعدة حطه على دي. جنب. هنحط دي، أنا هحط حطوا دي دي، ربنا يشفيه. طيب وهنخلص دلوقتي خط النص، وهنتكلم على اكتشاف الموسم، راين جرافنبرغ. محمود ممكن تقول لنا ارقام جرافنبرغ؟ هو كان لاعب في البريمير ليج 14 مرة، عمل فيهم 1 جول أسيست. تمام، ده بيلعب سي دي ام. ممكن تقول لنا يا يوسف؟ تحفة بصراحة يعني. شاف الموسم وبهر الناس كلها ان اسلوب بادئ بيه ومطوره بالشكل ده. ممكن عشان نفس الجنسية شوية، فالموضوع تحسه اتطور أكتر. سلوت اداله لايف بوش، لاين. بالظبط اداله البوش من صفقة إن هي ممكن تبقى فاشلة ويتباع برقم قليل قوي مش عارف إيه. لعيب سوبر. تمام، ايمن ممكن تقول لنا رايك في جرافنبرغ اللي جاي من بايرن ميونخ؟ بصراحة هو كان معانا، ما كانش صغير قوي، أو ما كانش في حد ما فاهمه حدش عارفه أصلا. ما كانش حد فاهمه ولا عارف هو بيعمل ايه ولا يتوظف بعد اللي كان ازاي. بيلعب التيم تيم كان ليه كارت توتس 95، لو حد فاكره يكتب لي في الكومنتات. هو بصراحة السيزون ده سيزون خرافي، قد مستوى خرافي، بيعمل كل حاجة في الملعب، بيهاجم بيدافع بيغير الملعب. لا بصراحة السيزون ده لعيب ما فيهوش كلام يتقال، لعيب خرافي بصراحة، وبرضه مفيش كلام يقول في حقه يعني. برضه احب اقول ان هو من السيزون اللي فات كان لما بينزل بديل كان كويس، وكنت بختلف معاك في الموضوع ده، كنت بتقول ان هو ملوش لازمه. كنت فاكره ملوش لازمة يعني. قلت لك لا، بس ليه ما يبانش بوتنشال. السيزون اللي فات إن هو لا في ماتشات الكاس وكده كان بيلعبها. لا ما بيعملش غلطات، ما بيعملش حاجة. كان زي باين، ما هو عيل صغير، ما ده الفرق بقى اللي انا بتكلم فيه. برضه في كان باين بوينت، ليه بوتنشال. السيزون اللي فات كان بيثبت الكورة في رجليه كتير، دي حقيقة. كان بيطول الكورة في رجليه، أنا فاكر كده. ماشي، بس ده برضه ستايل لعب مدرب برضه. بس هو السيزون ده بصراحة لا ما فيش أي حاجة من ده كله، انا شايف ان سلوت حلو جدا. عارف يبروز ميزاته، بالظبط. فدي بوينت عظيمه طبعا لارني سلوت. محمد تحب تدي ريت إيه؟ بصراحة اديله ريت اس. اس. لعب الماتشات كلها وعمل أداء حلو جدا. لا أنا ممكن مثلا أحطه إيه، هو جامد بس أعتقد لسه شوية عشان أقول إن هو إيه. انا برضه ممكن احط ايه، مش عشان لسه شويه ولا حاجه كده، بس عشان اللعيبه اللي هتتحط في الاس عاملين حاجه فوق فوق الطبيعي، الطبيعي فعلا. أنا شايف لكن ده إن موجود هو زيه. طبيعي. لا مش نفس ليفل اللي مش هنقول اسمه، اللي طبعا اللي بيتفرج مش عارف احنا بنتكلم على مين. بس هو في مركزه عامل حاجة فوق الطبيعي عامة، مفيش حد في الدوري الإنجليزي يعمل اللي هو بيعمله. هو برضه في مركزه ما بيلعبش لوحده، هو جنبه ماكاليستر، أكيد فده سند معاه. لكن لما نروح للهجوم هنشوف البدع. استنى بس، انا اتفاجئت ان احنا اول، والله شوف العظيم. البدع. ركزوا معانا، وهنكمل مع اللعيبه الهولنديين، وهنبدا بكودي جاكبو. ده بالنسبه للهجوم طبعا. محمود ممكن ارقام جاكبو؟ هو كان لاعب في الدوري الإنجليزي 14 ماتش، جاب فيهم 2 جول وعمل فيهم 1 جول أسيست. تمام.
دي نفس ارقام كيرتي جونز اللي هو السي ام اللي ما كانش بادئ اساسي، وبرده جاكبو مش اساسي الحق يتقال. ايه رايك يا يوسف؟ يعني بعيدا عن الارقام، لا بشوف ان جاك بصراحه الموسم ده عمل اداء كويس جدا. بيدي باور في الهجوم ايا كان بقى، بينزل بديل، عمل دويتو حلو قوي مع دياز، ان هو ده بينزل سخن وده بينزل عايز يثبت نفسه، اتنين بيتنافسوا على المركز. فلا جاكبو بصراحه عجبني السيزون ده عكس الموسم التاني، لو كان يبان لعيب عادي ولا منه فيه ستايل ولا منه فيه، تحس لعيب ميت شويه. وممكن برضه اضيف حاجه ان هو من بعد ماتش برايتون في الكاس وهو حس بنفسه اكتر، وبقى بيحاول اكتر بكتير من الاول، وده بان في ماتش ليفركوزن، وبان جدا في ماتش برايتون اللي في الدوري. فلا جاكبو السيزون ده في امل، يعني جاكبو السيزون اللي فات انا كنت بكرهه. قدام السيتي باين جايب جون. قدام السيتي جاب سيتي جون، ومدريد عمل ماتشات حلوه قوي. وجاب جون في ليفركوزن. فلا جاكبو السيزون ده في امل، هو بس السيزون بصراحة اللي فات هو كان زي الزفت. هو بصراحة السيزون ده حلو، أنا شايفه حلو جدا، غير السيزون اللي فات كان مختفي وضايع وما يعتمدش عليه خالص. كان بيلعب سترايكر، لعب ليفت وينج السيزون اللي فات. السيزون ده كلوب ما بيلعب كانش عارف يوظفه. السيزون ده بيلعب ليفت وينج كويس جدا، ساعات بيقف سترايكر وبيفتح برضه حلو. هو من النوع الحلو برضه، بياخد الكرة ويقطم يشوط. هو بصراحة لا حلو، يعني لعيب حلو. بيعمل عليه مليون في المية، والسيزون ده بصراحة مأدي، يعني أنا شايفه إن هو هيتطور، لسه هيتطور برضه. ماشي، بالنسبة للريت بتاعه في السيزون ده لحد دلوقتي، مع العلم ان دي حاجة مضايقاني منه جدا، ان جونز نفس ارقامه واللي مش بادئ اساسي، بس هما الاتنين مش اساسيين فدي ما تتاخدش عليه، بس جونز ميدفيلدر. مش ارقام بس، ما لا يعني لو مش هناخدها برضه ارقام بس، انا بحس بيه كان كتير، بحس بيه كتير قوي في الهجوم، بيقطع كتير، في لينك كويس ما بينه وبين صلاح لما كويس بيبقى بصراحة. كمان السيزون ده كويس. جاب حتة جون قدام السيتي تحفة. الريت غير بتاعه ايه يا يوسف؟ محتار ما بين A و B، بس لا ممكن احطه ايه. انا حاسس ايه كتير قوي عليه. بيه بصراحة برضه ايه كتير قوي يعني، مش ارقامه. لا انا بشوف ان هو فرق في الماتشات الكبيره بجوانه، الماتشات دي بتبقى عايزه اللي يخلص من الاخر، هو ماتش سيتي بس. والريال وليفركوزن. الريال عمل ايه؟ ليفركوزن كنا كسبانين 3، الريال نزل جاب الجون التاني او يعني كسبنا 4، فمش فارقة ماتش ليفركوزن. مش عارف، شايفه الصراحه في الماتشات الكبيره موجود وبينزل يفوق خط الهجوم. ماشي، انت ما بتعرفش ماتشات كبيرة بس، فانا عشان كده بقول ان هو بيه، ماشي. ان هو في ماتش بتبقى سهلة جدا وما بيبقاش في اي حد في الهجوم بالظبط. ما بيأديش بالظبط. فانا اعتقد بيه. متفق. متفق ان هو بيه طبعا. تمام. في السريع كده هنتكلم عن كيزا. هو لعب 8 دقايق ولا حاجة كده، فبرضه ربنا يشفيه جنب غسيل هارفي اموال. إليوت. صفقة اموال. ويوفنتوس في حاجة شمال بتحصل ما بينها وما بين ليفربول، ولو دي اتكشفت انا عايز الكريدت بتاعي هنا. تمام. تمام. برضه ما شفناهوش، فاعتقد ان انا نحط دي مثلا. هو انا اللي سامعه ان هو مدي كيمستري في التيمت تيم بس، فالناس بتوع التيمت تيم مبسوطين فشخ، ولو حد معاه نسخة للعبة وعايز يديها لي برضه يعني. انا ممكن احطه مثلا دي، بما انه انا هو شايفه لعيب دي ما كويس بس لعبش. ما عملش حاجه في السيزون، فدي ما احطوش دي فاشل يعني. دي هو ما يلعب بقى نبقى نشوف. بالظبط، بس هو من ساعة الإصابة منتهي يعني. وفي حالات تانية آخر السيزون إن شاء الله يبقى ليفربول اتوج ببطولة كده، وهنرجع لكم تاني بإذن الله بمايكات أوحش من دي كمان. تمام. واللعيب التالت معانا وهو دييجو جوتا. ممكن يا محمود أرقام جوتا؟ لعب في الدوري الانجليزي 7 ماتشات، جاب فيهم 2 جول وعمل فيهم 2 جول اسيست. 7 ماتشات جايب جونين وأسيستين. والله جامد. يعني اللي لعب فيه أدى فيه، بس ما شفتوش، بس ما غلطه حسيتش كتير بيه، برضه. ما حسيتش بيه عادي يعني. بس أعتقد هو أحسن واحد في المركز ده للأسف في النادي. بالظبط، في السكواد الحالي احسن في يعني. السكواد الحالي بالظبط. السكواد الحالي هو أحسن واحد في مركزه. من نونيز أكيد يعني، بس هو يعني دونت سي ذا إن ده وورد. السيزون ده بصراحة هو الإصابة هي اللي برضه ضيعته شوية. ماشي، لو هتكلم بالنسبة للي احنا شفناه، لا كان مؤدي بصراحة، كان حلو. اختلف معاك برضه. هو كور كتير كان بيجيبها في الاول بالظبط، بس هو والهيدرز والكلام ده وبطل السيزون اللي يجيبها. فات كان مش أحلى واللي مستواه. قبله يعني. هو ده مش مستواه كده كده يعني، هو كان بيقدم أحسن من كده، أنا شايفه كده يعني. بس هو يعني ارقامه بالنسبه ارقامه بالنسبه للماتشات اللي مش لعبها سيئة طبعا. ممكن مثلا احطه بيه. انا بقول بيه برضه. وأنا برضه شايفه بيه أو سي يعني كمان، بس هو بيه كويس. وكودي جاكبو ودييجو جوتا جامدين فشخ وعاملين اللي عليهم.
ويعني أعتقد جابوا كنا قايلين بيه فتمام. وجوتا مش فاكر كنا قايلين ايه بصراحة، بس جوتا جاب حتة جون. ده لاعب قوي اللي يعتمد عليه. تمام، ونروح للأسطورة خالد الذكر، أحسن مهاجم موجود في التاريخ، اللي لويس سواريز قال عليه هيبقى أحسن منه هيعديه بكتير، داروين نونيز. انا اختلف معاكم الصراحه في أنا خايف مع سواريز عامة يعني ربنا يسامحه. طيب محمود ممكن أرقام نونيز؟ في الدوري الإنجليزي لعب 11 ماتش، جاب فيهم 2 جول وعمل فيه 1 أسيست. إيه رأيك في نونيز؟ يعني انا بختلف معاكم الصراحه، يعني او مع الناس عامه. انا كده كده مش مستوى ليفربول، بس مش شايف ان هو سيء. هو بينزل بيجري بيحاول سريع، يعني ممكن يعمل اسيست، مش عارف، بس مش سيء يعني. مش مش فاشل. هو مش مستوى ليفربول، والصفقة كتير قوي عليه بس. طيب أنا هتكلم كتير عندك بصراحة هو لعيب زبالة، ما عملش اي حاجه السيزون ده ولا السيزون اللي فات. من ساعه ما جه هو لعيب مش ده مش مستوى اصلا مش ليفربول فرقه خالص. ليفربول. هو كان كويس عليه قوي الدوري البرتغالي، لكن هو بصراحه لا كارثه يعني. هو كارثه ومستفز ورخم وكل حاجه يعني يعني بصراحه. النقلة مش بتاعته. هو بصراحه لعيب وحش قوي. هو المشكلة كمان مش في كده، لا المشكلة إن أنت كتير. وقت ما بتحتاجه ما بتلاقيهوش. يعني الماتش اللي فات ال3-3 ده، أنت دلوقتي لسه متعادل 3-3 واقف في نص الملعب بتحاول تدي اللعيبة اللي قصادك كوبري، ده غير الكورتين ضيعهم ما يضيعوش. فلا أختلف معاك، هو سيء. هو في حاجات لا هو مش سيء. المفروض مهاجم هو مش يجيبها. ليفربول، يعني هو مش أنا دلوقتي مهاجم. بتكلم كمهاجم، لا سيء مفيش بس مهاجم يضيع بيجيله ضيع انفرادات. دول. بيجيب انفرادات صريحة بيضيعها. بيجيب جوان غبية، يعني بيجيب جوان جامدة فشخ، بس ده حاجات ما تضيعش. وبرده الاجوان الجامده فشخ هتعدي على الصوابع يعني ساعه ما جه مثلا، لكن هو لا بيضيع جون فاضي الجون فاضي بالظبط. طلع الكوره بره. انا ما مش بقول لك ان هو حلو، بس هو في بوتنشال حلو بالنسبة لليفربول. مش ليفربول، مش بالعكس هو بقى بالبوتنشال، انا بقالي سنتين بقول عليه اه بوتنشال. فلا انا شايف ان هو سيء السيزون ده، صغرة في الملعب. مستفز. هو وسوبوز زي ما بيبقوا في الملعب احنا بنلعب 9، الاثنين دول صعب. ابتلاء. فلا ايه؟ اف طبعا، ولو في اوطى من كده هديله يعني هديها له اف ماينس. انا ما بنديه اف يعني. اف اف. طيب وهنتكلم على اللعيب اللي قبل الاخير معانا، وهو لويس دياز، واللي اتعمل له اغنيه جامده قوي، خشوا اسمعوها. طيب محمود ممكن ارقام دياز؟ لعب 14 ماتش في الدوري الإنجليزي، جاب فيهم 5 جوال وعمل فيهم 2 أسيست. تمام، اعتقد ان دي ارقام عاليه، لا دياز عامل اعلى من موسم حلو الطبيعي يعني. على الاقل بالظبط، عامل بداية موسم كمان مش طبيعية. بالنسبه اللي كان بيعمله السيزون اللي بالنسبة فات طبعا حاجه كبيره. لعيب كان الأول بيحنكش واللي هو بيرقص ويعدي مش عارف ايه، بس ما كانش فعال. لكن السيزون ده صراحة شايفه بيعمل أداء حلو قوي. بيلعب الصح بصراحة. أنا شايفه بيلعب الصح. الوقت اللي بيحتاج يعمل فيه سكيلز بيعمل، الوقت اللي بيحتاج يباصي بيباصي. لا السيزون ده كويس بصراحة لا وفعال يعني. اعتقد ان ده احسن بكتير طبعا من السيزون اللي فات، ودلوقتي على الاقل بقى في لمحه امل بتسند ناحيه الشمال، بالظبط. لان احنا من ايام ماني ما شفناش اي حد هو بيسند مع الدويتو صلاح. ده الاتنين شغلوا بعض، جاكبو شغل دياز بالظبط. الاتنين. خلى اتنين يساعدوا. والاتنين دول يعني اعتقد ان هم هيجي منهم كتير حلو، وهنشوف في ماتش بكره فرقته ايه؟ 5-0 كمان بكره. فرقة ايه؟ طيب دياز محتاج ما بين ايه وبي، بس اعتقد ايه انا ان هو فاق مستواه بكتير. بالظبط ايه. أنا حاسه إيه برضه ايه السيزون ده متفقين ايه. كويس. طيب وفاضل لعيب واحد بس، وهو المصري الاسطوره طبعا محمد صلاح. محمود ممكن تاكد لنا بس على رقم صلاح؟ في الدوري الإنجليزي لعب 14 ماتش، جاب فيهم 13 جون، عمل فيهم 8 أسيستات. قائد هجوم الدوري الانجليزي كله. لا لعيب مش طبيعي، وبالذات السيزون ده. واتوقع هيعدي ارقامه بتاع موسم 2018 لو مشي بنفس الكلام ده ومنزل صورة الكريسماس. فلا صراحة السيزون ده مش طبيعي، بيطلع نار من بقه. يا رب بس يكمل على كده. ايوه. طبعا السيزون ده خرافي خرافي لمحمد صلاح. فورمة مش طبيعية يعني بصراحة. لا سيزون جامد جدا لمحمد صلاح، من أحسن السيزونات اللي شفتها لعيب مصري بيلعب بالروح دي. لعيب اصلا في الدوري الانجليزي مش عارف مصر، بس اختلف معاك في بس بيلعب بالروح دي وقائد كده في الملعب، وبيعمل عليه 100%، وبيعمل كل حاجة ممكن تعمل، جوان أسيستات كل حاجة.
لا قائد في الملعب، وما كناش بنشوف ان هو قائد في الملعب في الحته مساهم دي. اكتر ملاعب تقريبا السيزون ده او حاجه زي كده، او مساهم زي ملاعب. ارقامه غريبه قوي السيزون ده، يعني السيزون ده هو بينافس على حاجتين ما لهمش اي دعوه ببعض. هو خدها قبل كده انا فاكر صح، خد توب جودز وتوب اسيست اه صح. ايوه فلا هو صلاح السيزون ده بسم الله ما شاء الله توحش بالظبط. في الشامبيونز ليج، موجود معاك في وحش الدوري. حرفيا. بالظبط بقى وحش حرفيا، هو ده معنى توحش عشان لو حد مش فاهم. ده العادي يعني تمام. تحب تريد ايه يا محمد؟ اس طبعا، اس بلس اس مرتاح. اعتقد يعدي الاس. يعني احسن لعيب في العالم حاليا. طيب وده كان رأينا احنا، ورأيكم انتوا اتفضلوا بيه في الكومنتات. مختلفين على حاجة بتاع نتناقش عادي جدا. عندكم أندية تانية عايزين تقولوا لنا عليها اتفضلوا. في السريع كده، هل أرني سلوت في يعني ممكن يعمل حاجة السيزون ده تبقى مفاجأة؟ اه طبعا. اكيد. حاسس اكيد يستمر بس. يستمر بالظبط، هو يفضل أنا برضه حاسس إن هو لو زرع شجرة هتبقى مفاجأة جامدة جدا. برضه مفاجأة كبيرة. صح. بس وده كان رأينا احنا، والبرنامج هنسميه بإذن الله. لو عندكم أفكار برضه قولوا لنا بنغيرها. عايز تقول حاجة أخيرة كاميرا؟ لا شكرا. أيمن التيم بتاعنا جود لك. تمام كده، السلام عليكم. بس ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وشير كتير بقى، معلش يعني عايزين نأكد على الشير.